عاملين ايه النهارده؟ بقى هنعمل طريقه للشيش طاووق بجد حلوه قوي. ان شاء الله هتعجبكم. قبل اي حاجه متنسوش تحطوا لايك وتعالوا نشوف الطريقه سهله وجميله، والفراخ بتاعتك هتطلع مستويه وزي الفل. اول حاجه كده احنا هنعمل بالوراك وبالصدور بالاتنين. هتجيبي كده بوله. احنا هنعمل التتبيله كلها في البوله دي، وبعدين هنبدا نقسمها. الصدور لوحديها والوراك لوحديها. ماما حطت معلقتين دبس رمان وحطت زيت وحطت مستردة. وهنحط بقى ايه البهارات بتاعتك، فلفل اسود وحطت 7 بهارات وحطت اللهم صل على النبي. شوية من الكمون والملح، وحطت علبتين زبادي زي ما انتم شايفين، وحسب الكمية ممكن تحطي علبة زبادي واحدة. نص ليمونة. معلقة خل، اهم حاجة نص معلقة من التوم الفريش، ماشي كده. دي طبعا التتبيله سهله، احنا مش حاطين طبعا توابل كتير لان احنا معانا كيس كده هوريهولكوا دلوقتي من اللي هي التوابل الشيش طاووق جميله جدا. بس احنا قلنا بس نزود اللي هو فلفل اسود والكمون والحاجات دي. بصوا الكيس دي الخلطه دي جميله جدا جدا وطعمها حلو، وحطينا كمان معلقه صلصه عشان تبقوا شايفين بس. الخلطه دي يا جماعه حلوه قوي يعني، وبتكفي معاكي يعني كميه، فاهميني؟ زي ما انتم شايفين، بصوا شكل التتبيله جميل قوي قوي قوي، بسم الله ما شاء الله، شكله حلو قوي. وطعمها كان جميل جدا والله. دي اللي وراك اللي ماما بتقلبها دي. طبعا قطعتها كده مكعبات وكنت غسلاها وزي الفل. هتبداي تتبليها، واهم حاجه تسيبي التتبيله في الفراخ بتاعتك شويه عشان بس النكهه ويكون ايه طعمها حلو يعني. ماشي كده، متنسوش تحطوا لايك. وهنا معايا البصل وفلفل الوان اللي احنا هنعمله في السيخ. طبعا ممكن تحطي طماطم شيري، ولو عندك البصل شيري برضو صغنن كده ممكن تحطيه عادي، مش مشكلة. هنا بعد ما تبلت الصدور وتبلت الوراك وتبلت كله، وكنت كمان سيختهم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بقى شوية من الوراك زي ما انتم شايفين كده. شاورما يعني. هنعملها شاورما بالفلفل، هنعمل دلوقتي كذا حاجة حلوين قوي يعني. بصوا، هتجيبوا بقى الصواني بتاعتكم لو انتوا عايزين تعملها بالفرن. لو انت عايزه تعمليها على الجريل على النار مفيش اي مشكله. واللي وراك بتستوي اسرع وبتكون اطرى من الصدور بكتير جدا. فانت لو حابه انك تعملي على الجريل مفيش اي مشكله. اديكوا شفتوا بقى شكل الصواني كانت قمر قوي، بسم الله ما شاء الله، وريحتها وطعمها زي الفل. طبعا كنت مسخنه الفرن وحطيتها في الفرن. هنا بقى جبنا شويه زيت، وهتبدأي تدي صدمة للوراك بتاعتك، وزي ما انتم شايفين نزلت السوائل اللي فيها وشربتها. الوراك يا جماعة بجد في الشاورما والحاجات دي بتشم النار حرفيا. بتشم النار يعني، مش بتاخد اي وقت خالص على النار نهائي. مش زي الصدور كمان اللي بيكون طعمها حلو وقطرة وجميلة قوي يعني. جربوا ان انت تعمليها كده. انا كنت دايما بصراحة بنعملها بالصدور، بس ماما جت قالت لي لا، انا ايه عايزة اعملها بالوراك وكده. فقلت لها ماشي مش مشكلة. المهم حطينا بقيت الشاورما، وبعدين حطيت البصل وهنبدأ نشوحه. وقلت بقى وهو بتشوح كده على نار لوحده، هنبدأ هنا نعمل شوية رز بسمتي أبيض جميل كده عشان تحت الشاورما كده يكون حلو. حطيت شوية زيت وحطيت زبدة. حلو كده. بحب جدا طبعا، انتوا عرفتوا ان انا بحب اعمل الرز اكتريته بالزبدة. هحط كده عود قرفة مع ورق لورا مع مكعب مرقة، وتظبطي الملح هيبقى كله زي الفل، بسم الله ما شاء الله. آه طبعا لو وصلتوا لغايه هنا يا جماعه متنسوش تحطوا لايك وتشوفوا الفيديوهات اللي انا بنزلها التانية. في طريقه للرز بلبن منزلاها، كنت منزلاها الفيديو اللي فات. طريقه حلوه قوي هتعجبكم وسهله، وقولوا لي رايكم فيها يعني. ماشي. وزي ما انتم شايفين انا بدأت احط الورق اللورا مع القرفة مع مكعب المرقة. وهنا كمان كنت بشوح الشاورما على نار هادية، بس يا دوب الخضار يدبل. احنا مش بنحبه مستوي قوي اللي هو مهري، لا بنحب الخضار يكون فيه قرشة كده صغيرة، بتكون حلوة قوي. هنا الرز كنت غسلاه وزي الفل. هبدأ بقى ان انا اشوح شوية الرز مع البهارات اللي احنا حطيناها دي، الورق اللورا والقرفة. ولو عندك كمان حبهان حطي، لو عايزه تحطي حبهان. انا كان عندي بس ما رضيتش ان انا احط. استكفيت بالقرفه واستكفيت بالورق اللورا والمكعب المرقه. حطيت رشه ملح ومش كتيره عشان المكعب المرقه بيكون فيه ملح يعني، فاهميني؟ فاللي هو يعني ايه الطريقه هتعجبكم قوي قوي. اظبطي الاكل يعني. ماشي كده.
اشوحه بقى شويه، وهنا كنت حطيت الميه، وطبعا الرز البسمتي معروف بياخد ميه زياده. بصوا بقى جمال الشيش طاووق القمر ده، والرز كان خلص كمان. طبعا الشيش طاووق بيتحب يتاكل جنبه بقى كاتشب ومايونيز والكلام ده كله. واخد لون جميل جدا جدا جدا، مستوي، الخضار مستوي. بجد حاجه حلوه قوي، وان هو سريع، مش هياخد معاكي اي وقت ولا اي مجهود ان انت تقفي تعملي. هنا كانت الشاورما برضو قدمناها كده على الرز البسمتي، شكلها حلو وطعمها احلى وريحتهم احلى والله. جربوا الوصفة هتعجبكم. تعالوا نشوف كمان، ده كمان كانت من الصدور، وبصوا كانت مستوية وزي الفل. آه عفوا. بصوا الطريقة تعجبكم قوي بإذن الله. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. وطبعا كاتشب ومايونيز، كنت عاملة سلطة دقوس كمان، بتكون حلوة قوي جنب الحاجات دي. ما تنسوش تحطوا لايك، واستنوني في فيديو جديد. وهنا بقى كنت عملت يعني كوبايتين مانجا فريش كده. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد بقى، وباي باي.